سلام سلام، مرحبا بكم معايا في قناتكم فضاء الصوفي. ان شاء الله تكونوا بخير وبافضل الاحوال. اليوم جبت لكم وصفه قنبله تاع تشيز كيك، يكون خفيف وكريمي ويشبع بزاف. جبت لكم الوصفه الكلاسيكيه. على بالنا تشيز كيك هايل لرمضان، سواء في السهره ولا في السحور، رايح يعاونكم باش تصوموا بلا جوع. نبداو نشوفوا هنايا طريقه التحضير مع المقادير في نفس الوقت. هنايا دون مون روبو حطيت 300 غرام تاع البسكوي. انا استعملت هنايا لو بتي بور، دونك 300 غرام تاع البسكوي بتي بور. تقدروا تستعملوا البسكوي اللي حبيتو، مي نقول لكم بلي بتي بور ماشي حلو بزاف. زيدي عليه مغرفه عسل وخلطي بيان. ومن بعد هنايا ضفت له حوالي 200 غرام تاع الزبده المذابه، وراني نخلط بيان، ندخلها بيان حتى نتحصل على خليط يكون متماسك، يعني كي تضغطي عليه يتماسك. خديت لو مول تاعي، انا نستعمل ان مول اموفيبل يعني اللي يتفتح، ورايحه نفرغ هذاك الخليط. قطر تاع المول اللي استعملته انا هنا 25 سنتيمتر. نضغط عليه مليح باش يولي متماسك، وما ننساش نطلع هذوك الاطراف بحوالي 1 سنتيمتر ونضغط عليهم مليح، يعني من الضروري تضغطي مليح باش تخدمي هنايا قاعده متماسكه. بعد هذا نحطو في الفريجيدير لو طون اللي نروح نوجد لو فيلينغ تاعي. الوغ هنايا في وعاء خلطي جبن الماسكاربون، درت هنايا 250 غرام تاع عفوا فيلادلفيا، استعملت هنايا جبن الفيلادلفيا ماشي الماسكاربون. نطلعو بيان بالباتور ونزيد عليه كاس ماشي معمر تاع السكر. الوغ انا هنايا الكاس نقصت منه ان دوا سكر كريستاليزي، ونخلط بيان هذه المزيج حتى يدخل لي بيان هذاك السكر مع فروماج فيلادلفيا. نضيف لهم كاس تاع لا كريم فريش ونخلط تري بيان. ومن بعد تيك نروح نضيف البيض. هنايا رايحه نستعمل 4 حبات ولاد الدجاج يكونوا بحراره الغرفه، يعني بلا تمبيراتور امبيونت. نضيفهم وحده بوحده مع الخلط الخفيف، يعني هنايا ما تخلطيش فوغ باش هكذايا لو فيلينغ تاعي يقعد لي بيان ليس هكذايا. دونك كيما قلت لكم 4 حبات بيض ونخلط غير بالعقل. انسويت رايحه نزيد لو فروماج فري ولا الزبادي. هنايا عندي علبه تاع 100 غرام ونخلط غير بالعقل. انسويت رايحه نقسم لاباري تاع تشيز كيك. هنايا رايحه ندير مبشور حبه ليمون يعني زاسدان سيترون، مع مغرفه صغيره تاع لافاني ومغرفه كبيره تاع نشا ولا لا مايزينا، ونخلط غير بالعقل. هنايا ما تخلطيش بزاف باش ما يدخلش الهواء ويتشقق لنا التشيز كيك تاعنا كي يطيب. انسويت نخرج هذيك القاعده من الفريجيدير وهي بارده، نفرغ عليها هاد لاباري. وهنايا كنت سخنت الفوغ تاعي على 160 درجه. نحط دونك لو تشيز كيك تاعي في الفرن، وشوفوا هنايا الطريقه. ناخذ وعاء واحد اخر ونحطه تحت تشيز كيك وندير فيه الماء هكذايا باش التشيز كيك تاعي يقعد لي رطب وما يتشققش. دونك خليه يطيب بين 45 حتى ل 55 دقيقه، والوسط لازم يكون طري، يعني كي تنحيه خلي هذاك الوسط يعني ماشي حتى يقول لنا دور. بعد ما يطيب طفي عليه الفرن وخلي الباب مفتوح شويه، يعني خليه يبرد 30 40 دقيقه داخل الكوشه. ومن بعد كي تخرجيه وتخليه يبرد حطيه في الفريجيدير مده 4 سوايع على الاقل. انا خليته ليله بكملها يعني حتى لو لوندومان باش نطليه نقطع فيه كيما راكم تشوفوا، يعني ولا لي متماسك تري بيان. واللي ما عندهاش مول اموفيبل واش حدير، دونك تستعمل جوز كامل الموس قبل ما تنحيه، جوز كامل الموس على الحواف باش هكذا يخرج لها فاسيلمون من المول. انا هنا كيما راكم تشوفوا طيبته من الفوق، يعني حمرته من الفوق فوالا. كاين اللي يحب يخليه ابيض، تقدروا تزينوه هنايا بلي فريز ولا بالفواكه اللي تحبوا.
وقدموه بارد وتمتعوا به في السهرة ولا في السحور، رايح يشبعكم ويعطيلكم طاقة ليوم كامل. صدقوني هاد تشيز كيك هايل ويشبع بزاف. ما تنسوش تشاركوه مع احبابكم وتشجعوني بلايك وتعليقاتكم الجميلة.